في مجال المونتاج التريكات كتير جدا، وبالاخص كمان التريكات اللي انت ممكن تعملها بالاي اي اللي بتاخد منك ساعات كتير جدا في عمليه المونتاج، بس بالاي اي بتعملها بضغطه واحده. وعملنا في الفيديو اللي فات مجموعه من تريكات المونتاج اللي ممكن تعملها بالاي اي، وعرفتك ازاي تدخل الاي اي في المونتاج بتاعك، والنتيجه كانت جميله جدا، والفيديو عجبكم جدا وطلبتوا جزء تاني، وده الجزء التاني من ازاي نستخدم الاي اي في المونتاج بتاعنا. وهنتعلم مع بعض النهارده 3 تريكات في المونتاج ممكن نعملهم بالاي اي. اول تريكه معانا ازاي تعمل هوك في بدايه الفيديو بالشكل ده كده، اللي هو ظهور الشخصيه بشكل سحري بالشكل ده. تاني تريكه معانا ازاي تحول اي شكل 2 دي ل 3 دي متحرك بالشكل ده كده وتستخدمه في المونتاج بتاعك. يعني مثلا زي شكل الماوس اللي ظهر قدامك دلوقتي، هو كان عباره عن صوره، بعد كده حولت العنصر 3 دي بيتحرك زي ما انت شايف بالشكل ده كده. التركية التالتة معانا لو بتعمل ريفيو مثلا لمنتج معين، ان كان موبايل، ان كان كاميرا، ان كان لينز، ايا يكن الجهاز ايه، ومثلا جينا نتكلم عن الاجزاء الخاصة بالجهاز ده، وعاوزين الجهاز بتاعنا ده يتفكك لمجموعة أجزاء عشان نبين كل جزء عبارة عن إيه. أنا عاوز يتفكك لمجموعة أجزاء بالشكل ده كده، بس يتفكك بشكل ديناميكي سلس، وانا بتكلم عن عدسه انا عاوز يظهر التاثير ده. فالتلات تريكات احلى من بعض وهيفيدوك جدا في عمليه المونتاج. فيلا بينا نبدا، وما تنساش اللايك وتصلي على النبي وكومنت جميل، ويلا بينا. ده الجزء التاني يا صديقي من سلسلة تريكات المونتاج بالاي اي. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض 3 تريكات حلوين جدا في المونتاج، هيفرقوا في شكل المونتاج بتاعك بشكل كبير جدا. يعني مثلا التريكايه الاولى، لو قلت لك انت عاوز الفيديو بتاعك يبدأ بالشكل ده، فكرة انك تلاقي ماوس بروفيشنال يسرع من شغل. ولا يبدأ بالشكل ده؟ فكرة انك تلاقي ماوس بروفيشنال. طبعا هتختار الشكل التاني، لان بداية الفيديو مهمة جدا جدا. كل ما تكون بداية الفيديو بتاعتك فيها هوك او فيها تركايه كده حلو او شكل كويس، فبتخلي المشاهد بتاعك يقعد اطول فتره ممكنه في الفيديو، وده اللي بنحتاجه في اي فيديو بننشره على السوشيال ميديا عشان ينتشر. لازم المشاهد يقعد اطول فتره ممكنه في الفيديو بتاعك. طيب، ازاي نعمل التركايه ديت او الظهور بتاع الشخصيه بالشكل ده كده؟ اول حاجه بنروح للفيديو الاساسي بالشكل ده كده. هنلاقي في بداية الفيديو عندنا الفريم بدون شخصية، يعني الصورة عندنا هنا بدون شخصية. فاحنا هناخد سكرين شوت للمشهد ده، هنضغط على ويندوز شيفت اس من الكيبورد وناخد سكرين شوت للفريم بدون شخصية. جميل جدا. هنحرك بعد كده لغاية الشخصية ما تظهر، وبعدين ناخد سكرين شوت كمان مرة بالشكل ده كده. طبعا انت تقدر تشتغل على اي برنامج مونتاج ان كان على الموبايل او البي سي. الخطوات اللي هنعملها على الاي اي فمش هتفرق اصلا يعني، تمام. طبعا هنا شغال هنا على برنامج فيلمورا، هو شبه كاب كات كده، هو احسن من كاب كات كمان. بعد ما خدت سكرين شوت للفريم بتاعي بدون شخصيه وبشخصيه، بعد كده هننتقل بقى على اداه الذكاء الاصطناعي اللي هي اداه فلو، اللي هي في او 3. طبعا في او 3 بيديك محاولات مجانيه كل يوم، بيديك 150 كريدت كل يوم، تقدر تعمل بيهم حوالي 5 أو 6 فيديوهات. يعني مثلا انت لو معاك 5 حسابات تقدر تعمل 25 فيديو في اليوم، وده كافي جدا. هندخل على موقع فلو بالشكل ده كده، وهتلاقي رابط الموقع ده في الوصف، او اي موقع احنا هنستخدمه النهارده هتلاقيه في وصف الفيديو او في اول كومنت. هنضغط كده على كرييت ويز فلو وهيدخلنا للصفحه ديت. هنضغط على نيو بروجكت عشان نبدا مشروع جديد، وهيدخلنا على صفحه العمل. بعد كده في التركه اللي احنا محتاجينها ديت، هنضغط على تكست تو فيديو ونختار فريم تو فيديو. بعد كده هيظهر لنا مربعين بالشكل ده كده، هنضغط على المربع الاول وبعدين نضغط على ابلود ونروح للسكرين شوت اللي احنا واخدينها. هنختار صورة الفريم بدون شخصية الاول وبعدين نختاره بالشكل ده كده. بعد كده هنضغط على اللاندسكيب ونختار بورتريه عشان الفيديو بتاعي بشكل طولي. هنضغط على كروب اند سيف وبعدين نستنى لما تحمل، وبعدين نضغط على علامة الزائد تاني بالشكل ده كده ونضغط على ابلود ونختار الصورة التانية اللي هي الشخصية بالفريم بالشكل ده. بعد كده نضغط على كروب اند سيف ونكتب هنا وصف بقى الفيديو اللي احنا عاوزين نعمله. فانا هقول له انا عاوز هنا تظهر لي الشخصية بشكل سحري سينمائي، اكتب له اظهار الشخصية بشكل سحري سينمائي وبعدين نضغط على السهم ده بس كده، ونستنى النتيجة هتظهر لنا في خلال نص دقيقة لدقيقة. ودي النتيجة زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. فبكل بساطة بنضغط على السهم ده كده وننزل الفيديو بتاعنا بالدقة اللي احنا عاوزينها. طبعا لو نزلته 4K هياخد منك كريدت زيادة، فانت نزله 1080 بس كده. بعد ما ننزله هروح على برنامج المونتاج، هنمسح اللي احنا عاملينه بالشكل ده كده، وتعالى اقول لك تعمله ازاي او تركب الفيديو اللي انت عملته ده على الفيديو الاصلي بتاعك ازاي. هنسحب الفيديو اللي احنا عملناه على الاي اي، ناخده بالشكل ده كده ونحطه في التايم لاين.
عند بداية اظهار الافكت هنقص بالشكل ده كده ونشيل الجزء الاولاني من الفيديو، وبعد كده نحرك لحد الشخصية ما تظهر معانا بالشكل ده كده ونقص هنا بالشكل ده. بعد كده هنروح نجيب الفيديو الاساسي بتاعنا ونحطه في ريح الفيديو اللي احنا لسه عاملينه بالشكل ده كده. بعد كده في الفيديو الاساسي هنحرك لحد ما نوصل لبداية ظهور الشخصية او بداية كلام الشخصية ونقص هنا بالشكل ده كده، وبعدين نحط الفريم ده في ريح الفريم ده زي ما انت شايف بالشكل ده. فكرة وده كان التركه الاولى او الايفكت الاولاني اللي ممكن نعمله بالاي اي. طيب تعالى بقى اقول لك على الايفكت التاني او التركايه التانيه. لو قلت لك يا صديقي مثلا انا لو بتكلم عن منتج معين في الفيديو بتاعي وعاوز المنتج ده يظهر بشكل كويس في الفيديو بتاعي بشكل 3D كده، يعني متطاير في الجو، ويعني مش بشكل تقليدي اللي هو اظهر صورة الايفكت بتاعي او صورة المنتج بتاعي كده بشكل فلات في الفيديو كده، مش هيبقى يكون شكله حلو يعني. تمام، يعني مثلا انا لو بتكلم على ماوس كوبرا وعاوزه يظهر بشكل 3D بالشكل ده كده في الفيديو بتاعي، اعمله ازاي؟ زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. لو جيت اعمل الايفكت ده ببرامج المونتاج هحتاج افتر افكت واحتاج بلندر ويعني ليلة كبيرة. طيب انا ممكن اعمل الايفكت ده بالاي اي في دقيقة واحدة. تعال اقول لك عملناه ازاي. بس الأول حابب أقول لك انت لو عايز كورس مونتاج احترافي يعلمك المونتاج من الالف للياء بشكل احترافي جدا في جميع المجالات، طبعا احنا بنقدم كورس مونتاج على كابكات نسخة البي سي. تقدر تشترك في الكورس ده من خلال المنصة بتاعتنا، ورابط المنصة هتلاقيه في الوصف او في التعليق المثبت. وطبعا اي كورس احنا بنقدمه دلوقتي هتلاقي عليه خصم 40%. يعني احنا مثلا بنقدم 4 كورسات: كورس تصميم متكامل على كانفا، كورس الموشن جرافيك على كانفا، وكمان كورس تصميم الهوية البصرية والشعارات على كانفا، بالاضافه كمان لكورس المونتاج على كابكات نسخه البي سي. اي كورس من دول عليه خصم 40%، وكمان فيه هدايا اضافيه، فانت ممكن تتواصل من خلال الواتساب وتعرف جميع التفاصيل المتاحه، او ممكن تدخل على المنصه وهتلاقي جميع العروض موجوده على المنصه، وتقدر تشتري اي كورس من خلال المنصه لو معاك فيزا كارد او ماستر كارد. اول حاجه احنا بنحول المنتج ده لشكل 3D على كرومه خضراء بالشكل ده كده، وبعدين نستخدمه في المونتاج بتاعنا. طيب ازاي بنعمله على كرومه خضراء بالشكل ده كده؟ انت بتروح على الاي اي بكل بساطه يا صديقي هتروح على جوجل بالشكل ده كده، وبعدين هتكتب له ماوس كوبرا بالشكل ده، وبعدين تضغط على ايمج اللي هي الصور، وتروح على اي صوره خاصه بالماوس وتنزلها عندك على الجهاز، وليكن الصوره دي هتضغط عليها بالشكل ده كده وتضغط على سيف از وتنزلها. طبعا ده بينطبق على اي منتج يعني. تمام، احنا واخدين ده كريفرنس. بعد كده بعد ما نزلت صورة المنتج، بعد كده هنروح لموقع فلو تاني اللي هو VO3. بعد كده هنختار بقى مش تكست تو فيديو، هنضغط على تكست تو فيديو ونختار جريدينت تو فيديو ونحطها بالشكل ده كده، ونضغط على علامة الزائد ونضيف صورة الماوس بتاعنا، هنضغط على ابلود ونضيف صورة الماوس مكان ما احنا نزلناها بالشكل ده كده. بعد كده هتضغط على لاندسكيب وتختار بورتريه برضو عشان الفيديو يكون بشكل طولي، وبعدين تضغط على كروب اند سيف وهتبدأ تتحمل معاك. طيب هنكتب ايه بقى في الوصف هنا؟ بكل بساطة يا صديقي هنكتب الآتي: هنكتب له الماوس يتطاير في الجو بدون جاذبية، والخلفية خضراء، والماوس بدون أسلاك، بدون أي تفاصيل أخرى. فدي التفاصيل اللي أنا هديها له عشان يديني الإفكت اللي احنا شفناه. هنضغط على السهم ده كده ونستنى النتيجة، وتعالوا نشوف النتيجة مع بعض. دي أول نتيجة. دي تاني نتيجة برضو. بعد كده بتضغط على السهم ده كده وتنزل الفيديو بتاعك وتبدأ تستخدمه. تعال اقول لك ازاي تستخدمه بقى في برنامج المونتاج. بعد كده بتروح على برنامج المونتاج، وبعد كده بتسحب الافكت بتاعك او الفيديو بتاعك اللي انت نزلته وتحطه في التايم لاين. بعد كده بتروح على افكت بقى اللي هو ازالة الخلفية بالكروما كي، هتضغط على الكروما كي هنا كده وتختار كروما كي، وتختار طبعا اللون الاخضر. لو ضغطت هنا على القلم ده كده واخترت اللون الاخضر هينشال معاك اللون الاخضر بالشكل ده كده. جميل جدا. وبعد ما شلنا الخلفية بتحط الماوس بتاعك او بتحط الفيديو بتاعك او الشكل بتاعك او المنتج بتاعك في المكان اللي انت عاوزه، ودي النتيجة النهائية للشكل. زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده ظهر معانا بشكل 3D سلس في الفيديو بتاعنا، وادى الفيديو بتاعنا شكل جميل جدا جدا. طبعا افضل بكتير من انك تحط صورة المنتج كده بشكل يعني تقليدي. تمام،
دي تاني تريكايه معانا وعرفنا ازاي نعملها بالاي اي. تعالى بقى اقول لك على تالت تريكايه والجامده جدا جدا جدا. التريكايه التالتة مثلا انا لو بعمل مثلا ريفيو لمنتج معين، ان كان موبايل، كاميرا، عدسه، ايا يكن، مثلا وليكن العدسه بالشكل ده كده، وانا بتكلم على اجزاء العدسه، فتحه العدسه، مكونات العدسه، الكلام ده كله، وعاوز اظهر تفاصيل العدسه، يعني اظهر كل مكون من ده لوحده كده على حده، واخلي العدسه تتفكك معايا كده بشكل ديناميكي، وبعدين ترجع لطبيعتها تاني بشكل ديناميكي. وتعالى اوريك اللي انا اقصده. يعني مثلا لو عاوز اخلي الكاميرا تتفكك او العدسه تتفكك بالشكل ده كده، اعمل ده ازاي؟ بكل بساطة تعال اقول لك تعملها ازاي. اول حاجة احنا لازم يكون عندنا صورة للفريم بتاع العدسة بالشكل ده كده. بكل بساطة باخد سكرين شوت لصورة العدسة من الفيديو بتاعي، وبعدين اخدها على موقع اسمه جيميناي، وبعدين بضغط هنا على التول وبختار نانو بنانا، وبعدين طبعا هنا الموقع هنا بيديك محاولات مجانية كل يوم برضو. بعد كده بضغط على علامة الزائد وابلود فايل، وبختار الصورة اللي فيها انا ماسك العدسة بشكل طبيعي جدا. بعد كده بكتب له هنا الوصف ده كده. طبعا الوصف ده تقدر تعمله على اي منتج تاني، ان كان عدسة، كاميرا، موبايل، اي جهاز، تمام. فبكل بساطة بتروح على الوصف ده وبتشيل كلمة عدسة اللي هي اللينز، تمام، وتحط الكلمة بتاعتك او كلمة او اسم المنتج بتاعك اللي انت ماسكه في الصورة، تمام. هيديك نفس الافكت اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. يعني بتكتب له الوصف ده كده وبتضغط على سبميت بالشكل ده كده، هيديك نفس الافكت زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، اللي هو هيديك او هيعمل لك تفاصيل العدسة، هيفككها لك بالشكل ده كده، او اي جهاز هيفكك لك الاجزاء بتاعته. بس طبعا هتغير اسم الكاميرا لينز هنا اللي هو ده، الاسم ده هتشيله وتحط مكانه اي اسم منتج اللي انت ماسكه في الصورة، تمام. بس كده. بعد ما نعمل الصورة هنضغط على السهم ده عشان ننزل الصورة عندنا، وبعد ما ننزلها هنروح بقى الموقع فلو تاني بالشكل ده كده، وبعد كده هنضغط على ingredient to image ونختار frame to video، وبعدين نضغط على upload ونختار الصورة طبعا اللي هي وانا ماسك العدسة بشكل طبيعي. بعد كده هنضغط على علامة الزائد التانية ونختار صورة العدسة وانا ماسكها وهي مفككة. بعد كده هنكتب الوصف ده: اظهار تحول العدسة الى اجزاء بشكل ديناميكي سينمائي، ونضغط على السهم ده كده ونستنى النتيجة. ودي النتيجة التانية كمان. النتيجتين احلى من بعض، جميل جدا. بتبدأ بقى تضغط على السهم ده وتنزل الفيديو بتاعك بأي جودة انت محتاجها. دي كانت مجموعة تريكات عرفناها مع بعض ازاي نعملها بالاي اي ونستخدمها في المونتاج بتاعنا، بتفرق بشكل كبير في شكل المونتاج بتاعنا. وبس كده، في امان الله.